السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول ما طلع علينا أبو سجادة حمراء وانت تفتح أي تلفزيون مصري وطني بالمعيار العسكري أو تفتح أي جورنان أو موقع يدار أمنيا ومخابراتيا، تفتح أي حاجة تلاقي الكلام الحقير ده. احذروا أيها المصريون إن وجدتم حمساويا مؤيدا للإخوان في أي محافظة مصرية فدماؤه حلال. عارف ايه المسجد الأقصى؟ لا مش انا عارف، سمعت عنه لكن ما اعرفش هو فين. الناس دي تستحق اللي هي فيه وتستحق انها تنتهي، والخواجه الاسرائيلي سلام يا عم. طب ما اخدتش في التاريخ او في العربي او كده ايه المسجد الأقصى؟ لا لسه. فلسطين ليست وطن حماس، ده مسجد اللي سيدنا محمد دخلوا وبناه وكده. بلا غزه بلا مصيبه بلا نيله بلا هباء. الله، ده احنا من سنه 48 واحنا واقعين في الدم. اللي هي فلسطين محتلين. مفيش حرب، احنا كلنا مع بعضين. انا شايفه ان كل دي مؤامره ضد مصر، تجري شكل قوه زي اسرائيل وتخطفي المستوطنين وتقتليهم وبعدين في الاخر الشعب هو اللي بيدفع الثمن. طيب تفتكري المسجد الأقصى فين يا شهد؟ مصر قديمه. حماس مش كافيه خيرها شرها، حماس ما عندهاش مشكله في حل ازمتها انها تدفع كتائب القسام وجماهيرها من جماهير حماس، بالاضافه لكل سكان القطاع ثمن مقابل ان هي تخرج من ازمتها. مسجد في السعوديه. ايه؟ قلبنا رهيف يعني؟ رهيف على الارهاب؟ رهيف على حماس الارهابيه؟ رهيف على مين؟ واسيب اهلي وناسي؟ ما اللي يولع بالجاز يولع بالجاز، هو مش مأمن على بلدي. مسجد الأقصى في فلسطين، في غزة. يأتون من كلاب حماس، فهذا لحماس ولقيادتها ولكتائب عز الدين القسام بالجزمة على وشكم وعلى وش الزهار وعلى وش هنية وعلى وش سعدية وكله. ده هي تخرب بيوتكم. علي صوتك عشان مش سامعاك بس. محتله المسجد الاقصى. فلسطين محتله المسجد الاقصى؟ ازاي طيب؟ يعني هي محتله بقالها مده طويله وما يعني ما بتخليش حد يخش جوه يصلي او كده. يعني انا مثلا نفسي والله بجد مش بهزر، الطيارات كده قبل ما تروح مواقعها المحدده يعني الاماكن بتاعتها وهي راجعه كده من الضربات، تروح تدق حماس، تدق المعسكرات في حماس. يا سلام، نبقى خلصنا. كلام بيحمي كل معاني الخسة والندالة والبذاءة والحقارة وعدم الوطنية. كلام بيتنكر لكل شيء ولكل قيمة ولكل وحدة. كلام بينسف العروبة والإسلام وحتى حق الجيرة. وفي وسط المستنقع ده واللي بيطاردك طول الليل والنهار عشان يغسل لك دماغك، في وسط الكلام والفعل وحتى القتل باتجاه اخواتنا واهلنا وفلسطيننا وقدسنا، في وسط ده كله تفاجأ بفيديو بيسألوا فيه العيال الصغيرة ان اسرائيل هتضرب مصر، فيردوا ويقولوا كده علشان مصر يعني بلاد عربيه منا، من دمنا ومن لحمنا، لازم نضحي من اجلها، لازم احنا برضو ندافع عنهم زي ما هم دافعوا عنا. مش مصر سكرت المعبر؟ هي سكرت المعبر بس بنضلنا احنا وهم الجيران يعني. مش لو احنا دفعنا عنهم زي ما انت بتحكي ممكن تتحول الحرب علينا، ممكن اسرائيل تخصفنا عشان دفعنا عن مصر. بجوز هذا الاشي، بس حتى ولو بدها بنحارب من اجلها لانها بلاد عربيه زي بلادنا، احنا بلاد عربيه الاجر والثواب عند الله بزيد إلنا. لا بالزياده شهداء وبالزياده ندافع عن الوطن، لانه احنا وطن عربي واحد ولازم ندافع عن الوطن. يعني لازم نقف مع مصر في الحرب. بس نفس الحرب اللي فاتت حيروح على في الشهداء. يزيد شهداء ويزيد، يعني ايش مستفيد من الشهداء؟ كلهم على الجنه رايحين. يعني انت مستعد تموت مقابل انك تدافع عن مصر؟ الدرجه بتحب مصر؟ لو احنا توحدنا مع مصر ممكن نقدر على الاسرائيليين او نقدر بس اذا مصر تقف جنبنا لازم نقف جنبهم احنا. يعني مصر حتى لو مش واقفه معانا احنا نقف معاها؟ لان احنا مسلمين، بس هم اذا بحسوش فينا احنا بنحس. بس من جوانا احنا بنحبها لمصر.
حتى لو نموت عشانهم معلش مش مشكله، على الموت بنضحي من اجل مصر، بنضحي من اجل مصر. والله الواحد مستحي منكم، وفعلا مش لاقي كلام ممكن يقوله ليكم رغم كل اللي عمله النظام العسكري في مصر فيكم ومشاركته في حصاركم بغلق المعابر والتعاون مع الصهاينه ضدكم. لسه الخير فيكم وما بدلتوش زراعه الكراهيه بالكراهيه، بل بدلتوها بالحب الذي تبدو عليه دموع العتاب. بدلتوا الكره اللي زرعه النظام العسكري ضدكم بالحب. فعلا لسه الخير فيكم وعارفين اننا معاكم. ده احنا ودول هم، ده احنا ودول هم، وهو ده حالنا. لكن برضه هم دول ولادنا، وده يخليك على يقين ان الفجر جاي جاي وحي حي. الفجر لابد جاي. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.